ابن عباس يقول كنت جالسا على شفير زمزم، على حافة زمزم، أحدث الناس عن رسول الله صلى الله عليه وآله. يقول فبينما أنا كذلك إذ أقبل علي فارس متلثم وجلس عند شفير البئر، فكنت أنا أحدث الناس بأحاديث رسول الله وهو يحدثهم بمناقب وفضائل علي بن أبي طالب. تعجب عبد الله بن عباس، منو هذا؟ فالتفت إليه ابن عباس قائلا عرف بنفسك، من أنت؟ أنت منو؟ هذا اللي بيخترق الجمع والحديث عن رسول الله وبيجي يسولف عن أمير المؤمنين عليه السلام. قال له أنت منو؟ ففتح اللثام عن وجهه قال من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني أعرفه بنفسي، أنا جندب بن جنادة، أنا أبو ذر الغفاري. يقول والله رأيت بعيني وسمعت بأذني جاء سائل إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله قائلا يا رسول الله إني سألت الله تبارك وتعالى أن يعطيني ويرزقني من رزقه لأطعم عيالي، فجئت إليك وأنت رسول الله وباب الله. فقال له النبي صحف المسلمين. يقول أبو ذر فصاح في المسلمين فلم يجبه أحد، فأومأ علي بن أبي طالب بيده إلى الفقير فجاء إليه ومد إليه إصبعه فأخذ الخاتم وجاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وقال له من أعطاك؟ قال ذلك الراكع أومأ لي بيده وأعطاني. فنزل قول الله تبارك وتعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. هل إنسان هذا في هكذا حدث الناس تمتنع عن العطاء وأمير المؤمنين يتصدق وهو راكع؟ وتراها الركوع إله دلالة عظيمة. عادة الركوع يستعمل للتعظيم، لهذا أنت تقول في الركوع سبحان ربي العظيم. وأساساً أمير المؤمنين عليه السلام عظم الله تبارك وتعالى لأن هذا السائل سأل الله وسأل رسوله وأقسم عليهما بالعطاء، فكان أمير المؤمنين عليه السلام ملبيا لنداء الله ونداء رسوله. أنت مو تفكر واحد أعطى خاتمه في الصلاة وانتهى الموضوع، لا،
إنما أعطى ذلك إرضاء لله ولرسوله. اللي بعد في أثناء الحدث مباشرة جبرائيل هبط إلى النبي صلى الله عليه وآله يقول له إنما وليكم الله. شنو يعني إنما وليكم الله؟ لعبة؟ ومنه هذا اللي الله معطيه الولاية، وش مسوي حتى يعطيه الولاية؟ وشنو مقدار الخاتم؟ وش قد بيبيعه هذا؟ ولو باعه كم بيستغني؟ المشكلة مو هنا. فكر لترى أن العمل اللي قام به الإمام أمير المؤمنين عليه السلام كان يقدر يخلص صلاته ويقول إلى الفقير تفضل، وشنه ناقصك أنا بخدمتك. قال لا، إلهي أنا أرضيك في أعظم المواضع إليك تعظيما واستجابة، فأعطى وهو راكع. من يجي في باله أنه يطيع الله بهالمقدار وبهالكيفية؟ لذلك صار وليا، لذلك صار أمير المؤمنين.